كلمت الصيدلية عشان أطلب الأدوية بتاعتي والفيتامينز بتاعتي، وكنت عايزة أجرب الأشواجندا. برضه كنت عايزة فيتامين للشعر يكون كويس، معنى إن هو يكون فيه ingredients بتشتغل على تكثيف وتطويل الشعر والحفاظ على الشعر اللي موجود أصلا، كمان ما يتعبش معدتي. وأهم حاجة إن أنا دايما ألاقيه، مش فترة ألاقيه وبعد كده يتقطع. طبعا يا ريت لو يكون فيه نسبة حديد، لأن أنا بحتاج الحديد بالذات لو أنت عندك أنيميا أو فقر دم. وطلبت معاه فيتامين دي يكون فعال ويبان نتيجته في التحاليل، وقلت له أنا عارفة إن أنا طلبي صعب، إن أنا عايزة حاجة تكون مصري وسعرها كويس بس بجودة مستوردة. بصراحة الراجل ما قصر وقال لي على براند جديدة، قال لي البراند دي نازلة ومكسرة الدنيا وكل البنات بتشكر في النتائج بتاعتها. طيب يا عم البراند دي ايه؟ قال لي فيكسيا. بصراحة سمعت كلامه وجبت فيكسيا هير وفيكسيا فيتامين دي. اكتر فيتامينز انا باخدها بشكل يومي ولازم احافظ على النسب بتاعه فيتامين دي عندي. عجبني جدا لدرجه ان دي تاني باطل ليا. امينو اسيدز، وفي كولاجين، في كيراتين، وفي بايوتين، 40 مكون هيشتغلوا على صحه شعرك. في حديد وفي زنك، والمفاجاه ان كان في اشواجندا. ده طلع اكتر من فيتامين للشعر يا جماعه، ده فيتامين فور ويمن ويلنس. اما الفيتامين دي اللي انا لازم احافظ على النسب بتاعته المظبوطه ولازم تتابعي مع دكتور. الفيتامين دي ده يا جماعه ممتاز جدا وسعره كويس جدا. زنك وفيتامين سي وجينجر. if you're on the hunt ان انت تجيبي فيتامين للشعر يكون كويس وفيتامين دي علشان صحتك العامه، انصحك بدول.